حيوا معي ذكرى محمد علي. عارف انا بحب محمد علي ليه؟ عشان كان دايما بيسايس اموره. والله هو صحيح بقى الكل في الكل، لكن مصر كانت لسه ماشيه ورا الدوله العثمانيه، شمال شمال يمين يمين، حتى انها دخلت حروب عشان السلطان العثماني عاوز كده، زي مثلا حروب شبه الجزيره العربيه وحروب اليونان. بس عشان محمد علي برضو ما كانش سهل، عشان كان بينفذ اللي السلطان عايزه لكن وهو كسبان، وعشان كده دخل حروب تانية لمصلحته زي السودان والشام. وحتى الحروب اللي كانت بطلب من الدوله العثمانيه كان السبب فيها هو انه اسمه يلمع اكتر ونفوذه يكبر، وده هدف جميل والله للدولة العثمانية، لكنه في مرماها. يا ريتك ما فكرت يا سلطان يا عثمان. المهم، فمش بس محمد علي اسمه لمع ونور، ده كمان نفوذه بقى على مصر والحجاز ونجد وعسير وجزء من اليمن، والكلام ده حصل سنة 1837. وما تنساش كمان جزيرة كريم. أما بقى حروب اللي قام بيها عشان مصلحته فكان ضمه للسودان، وبالتحديد لما استفاد من مناجم الذهب والماس، وهو بالمره يجند السودانيين في الجيش المصري. وما تنساش حروب الشام كانت كمان عشان يقوي جهته ضد الدوله العثمانيه اصلا، فدخل عكا ودمشق وحمص وادنا، ومن بجاحته يا اخي كمل، وكمان كان عايز يوصل للأستانة عاصمة الدولة العثمانية نفسها. في الفترة ديت السلطان العثماني قال له عندك، وعمل معاه صلح اسمه صلح كوتاهي، والكلام ده كان سنة 1833. ولما لقى محمد علي نفسه جامد ومفيش حد واقف قدامه، قال لك طب ما انفصل عن الدولة العثمانية خالص. بس على مين؟ دي كانت كل الدول الأوروبية كلها بتجز في اسنانها بسببه وبسبب اللي بيعمله وبسبب شطارته، وعشان كده قرروا كلهم يتدخلوا وتحصل مفاجأة. تفتكر ايه هي؟ سلام.